طيب تقدر تشتري الصحة بالفلوس؟ وايه فايدة الصحة من غير الفلوس؟ ازاي بقى؟ الدنيا فانية يابا، محدش بيعيش فيها اكتر من عمره. وايه فايدة العمر اللي يعيش عيان؟ العيان اللي معاه قرش اهو بيمتع نفسه بيه لغاية ما يموت ويندفن، لكن السليم الفقران بيعيش عمره كله مدفون بالحياة. منطق غريب. كل وجع والقرش دواء، الا وجع الفقر ملوش دواء. يا راجل بلاش كلام فارغ. 1000 جنيه. استغفر الله. خد حقي واللي ضحكوا عليا وضحكوني. محدش ضحك عليك، انت اللي ضحكت على نفسك وبعت لحمك ودمك بالفلوس. ملعون ابو الفلوس، خدوها مش عايزها. دلوقتي مش عاوزها. نسيت لما كنت بتقول ان القرش مفتاح لهنا وعض قلبي ولا تعض رغيفي؟ كنت غني كلمة قديمة، لكن دلوقتي فهمت وعرفت. عرفت ايه؟ عرفت ان الفلوس تقدر تشتري الاكل، لكن ما تقدرش تشتري النفس اللي تاكل. تقدر تشتري الدواء، لكن ما تقدرش تشتري الصحة والشفاء. تشتري السرير، لكن ما تقدرش تشتري النوم. سبحان الله. لو كنت رجعت حسبتك ما كنتش خسرت قراط واحد من ال 24 قراط بتوعك. ابوس ايدك واقف جنبي. وانا في ايدي ايه؟ في ايدك القانون اللي بيقول لا، القانون المصري ابو الانسانية والرحمة والمجدعة. سبحان الله. ارفع لي عليهم دعوة، قضية، هات لي منهم حقي. هد نفسك يا عبد القوي. قوي. انت مش برضه اسمك عبد القوي جديد؟ شديد يا سامي، لا تعرف بارد من حامي.